السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رمضان على الأبواب يا ولاد، كل سنة وانتم طيبين. تعالوا بقى نفرح نفسينا كده بدل الأسعار المولعة دي مش عارفين نشتري أي حاجة رمضان خالص. تعالوا بقى احنا نفرح نفسنا كده وبإعادة تدوير لأي حاجة في البيت. هنعمل حاجات رمضان كلها بجد، أقسم بالله الأسعار نار نار نار. علشان أجيب رانر أو أجيب كوشن 400 وأنتِ طالعة، 500 وأنتِ ليه يعني هو في إيه؟ عشان أجيب صينية وأجيب شوية مش عارفة إيه وأجيب هو في إيه؟ والزينة ولّعت، كل حاجة مولّعة، هنعمل كل حاجة في البيت. أقسم بالله الفيديو ده هيعجبكم جدًا، 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 بس اعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة لو أول مرة تشوفي القناة، وفعلي زر الجرس عشان يوصلِك كل جديد مني إن شاء الله. وقبل أي حاجة هنسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية كده بقى رول اللي مكتوب عليه رمضان كريم ده بقى له عندي 3 سنين. أنا بصراحة عملت منه ترابيزة، هتشوفوها برضه في الفيديو، وكان موجود عندي، حتى دخلت عملت برضه في المطبخ، فالرول ما كفّاش فجِبت الرول ده اللي أنتم شايفينه ده، كان واحد كده أزرق في أخضر كده. عملته في المطبخ، ولمّا ما كفّاش جِبت ده علشان أكمّل بيه. المهم بقى أي صينية عندك بس تكون بقى إيه، الحتّة المجوّفة اللي فيها دي تكون إيه، يعني سادة كده، يعني مش سادة من الرسومات لأ، يعني تكون مسطّحة كده عشان تعرفي تلزقي فيها يعني. أنا كنت ممكن أغلّفها كلّها بس إيه، لأ عشان السليستين ده يبان. ف حاولت كده جِبت المقاس كده، والله العظيم بُصّوا كل حاجة بالبركة كده. وبدأت إن أنا أقص كلمة رمضان كريم هنا، بصوا مكتوب رمضان كريم من ناحيتين أهو، أهو زي ما انتم شايفين كده. بدأت أقصها ولزقت بس في الحتة ايه المجوفة من جوه دي. وكان عندي بقى ايه كذا برطمان فاضي كده، بدل ما نرميه قلت ممكن مثلا احط فيه اي حاجه. انا كنت جايبه شويه توابل، يعني انا عندي برطمانات للتوابل بصراحه، بس كان في شويه توابل بقى ايه زياده، يعني مثلا زي كركم، بابريكا، الحاجات اللي هي طعم الشطه، طعم الكباب، طعم فانا قلت ايه، استخدم البرطمانات ديت، ومنها ان انا احط ايه، الاستيكر بتاع رمضان ده يدي شكل ايه اكننا احنا في رمضان بقى كده، عشان تبان يعني البهجة وكده، بما إن إحنا مش هنشتري حاجة يعني السنة دي. المهم بدأت إن أنا أقص كده على شكل البرطمان، مش لازم تغطيه كله، هو حسب البرطمان اللي معاكِ وعلى حسب بقى إيه، كل واحد وذوقه. يعني أنا بصراحة كنت باعمله بسرعة جدًا، وما كنتش بصراحة دقيقة. يعني لو كنت دقيقة أوي ما كانش هيطلع كده كمان. أنا كنت هاقعد بقى بالورقة والقلم والمسطرة المهم بدأت بقى إن أنا أعمله إيه، يعني مش لازم يعني يكون perfect بالضبط يعني. المهم إيه، بدأت بقى إن أنا أقص كده وأغلّف، فغلّفت البرطمان. وطبعًا زي ما أنتم شايفين كده الصينية زي ما أنتم شايفينها برضه سهلة خالص، ما فيهاش أي حاجة. كان معايا قطنة أو منديل بقى أو فوطة اللي أنتِ عايزاه، اللي أنتِ يعني إيه المتاح عندِك وكده، وأنتِ بتلزقي تمسحي كده، هتلاقي كل حاجة بتتشد معاكِ، مش هيغلبِك خالص في اللي أنتِ تلزقيه، وبيتلزق بقى وما بيطلعش. المهم بقى أنا كان عندي 4 برطمانات، هاعمل 3 قدّامكم كده. بدأت بس إن أنا إيه، آخد المقاس وألزق كده. بُصّوا يعني أنا سِبت الحتّة الأخيرة ديّة، هي لونها أبيض كده فعادي مش مشكلة، ادّت شكل حلو أوي. أهم حاجة بقى لو البرطمان يعني مثلًا مش نازل حتّة واحدة كده، أنتِ ممكن بقى إيه تشرشري كده من الجوانب، وتبدئي إن أنتِ تلزقي بقى إيه على بعضها. هتشوفوها دلوقتي في البرطمان الإزاز ده، يعني إيه بنشرشر كده من الجوانب علشان نعرف نلزق. بُصّوا ده أنا هاسيبه كده الأزرق بتاع الغطا ده يبان عادي، فشكله حلو مش وحش خالص. أهو بُصّوا بقى البرطمان ده مجعلص كده عنده كرش كده، فإيه فلازم إن إحنا بُصّوا أيوه نشرشر كده، وبعدين نحط اللزقة على بعض علشان نعمل له كُسَر كده، أيوه بالضبط نعمل له كُسَر. وطبعًا بقى كارما قاعدة جنبي، فإيه عمّالة بقى تكلم الفانز بتاعها، ما اعرفش ليه بتبقى باصة في المراية وأكن المراية ديّة الكاميرا، وتقعد تكلم الفانز بتاعها بقى، بصوا يا بنات إحنا هنعمل حاجة رمضان، ماما قاعدة بتعمل كذا وأنا هاعمل كذا باساعدها، ودلوقتي إحنا بنعمل بصوا بتكلم يعني هي كانت بتقول هنا إيه، كانت بتتكلم بتقول إيه،
بتكلم مامتي وتقول لها يعني تعالي يا ماما ايه كلي معانا بليله عشان احنا عاملين بليله وكده. فهي عايشه حياتها اكنها يعني بجد لها فانز ولا عندها مليون يعني. تصحى من النوم تكلمهم تحكي لهم كل حاجه لحد ما تيجي تنام. وقبل ما تنام بقى تقول لهم يلا بقى ما تنسوش اللايك والشير وباي باي. بصوا بقى يبقى والله العظيم شكله حلو قوي، حطيت فيهم التوابل. بصوا بقى والله العظيم من ابسط حاجه ممكن انتي تعملي كل حاجه. يعني فرع الزينه، فرع النور ده جالي هديه. بصوا بقى الهلال ده والله العظيم على الحقيقه شكله كيوت وقمر، وجارمه فرحانه بيها، وبعد رمضان هياخدوها يلعبوا بيها عادي. دي كان طرحه عندي، كانت طرحه كده للافراح. ودول شوية زراير والله العظيم 3 خدت. ما خدتش مقاسات ولا حاجة، لا بالقلم كده الأزرق عملت على الطرحة كده شكل النجمة وشكل الفانوس وشكل الهلال، وخيطتها وحشيتها فايبر. فما بصوا بقى والكور دي تفتحي حتة قماشة كده وتحطي فايبر وتبدأي ان انتي تلمي. سهلة جدًا وشكلها قمر بقى، ده على الحقيقة كمان الطرحة هي مش فيها ترتر، لأ هي فيها برونز كده فبينوّر. ودي لمبة على فكرة، دي لمبة حقيقية القطعة بتاعة اللمبة. فبصراحة شكلهم تحفة، وممكن انتِ بقى ييجي لِك أفكار كتير أوي. شوفي أي طرحة قديمة عندِك شكلها حلو، أي حاجة ممكن انتِ تستغلي كل ده وتفرحي ولادِك بأقل حاجة. لو هتشتري فرع نور وتبدئي تعملي الحاجات دي. بصوا بقى انا عملت الطبق ده برضو بقول لكم ان انا هحط فيه بلح و وفانوس صغنطوط خالص، ده كان جاي في اسبوع يعني. بصوا ممكن تعملوا اي حاجه تفرحوا البيت. والترابيزه اللي انا بقول لكم عليها هي، وأديت الشمعة دي والفانوس محطوط، عملنا جو رمضان والله العظيم من غير اي حاجة خالص. هنزل لكم بقى شكل الشقة كده بالفرع النور، عشان فرع النور شكله حلو قوي. وعلى فكرة مش غالي خالص والله العظيم، وهتفرحي ولادك بأقل حاجة. بس اهم حاجة اتشجعي ودوري كده، شوفي حاجات عندك اعادة تدوير تعمليها عشان حتى تفرحي اولادك وكده. ممكن تجيبي فرع زينة واحد تعلقيه. يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم. باي باي.